وبكده يكون التيك توك انتهى ومحدش هيقدر يوصل للابليكيشن ويحمله. التيك توك ما طلعش مجرد ابليكيشن رقص وتهييس وتكبيس. يلا يا شباب كبسوا، كله يكبس يا شباب. ايوه تكبيس. والموضوع طلع اخطر واكبر مما تتخيل. في 23 مارس اللي فات امريكا عملت قانون اسمه حماية الامريكان من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الاجانب. اعترض على ايه؟ انت بتقول كلام كبير. كويس، كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه. باختصار اي ابليكيشن عاملاه اي دوله معاديه لامريكا تقدر امريكا انها تمنعه. وطبعا كلنا عارفين ان في عداوه كبيره مستمره ما بين امريكا والصين. من الاخر القانون ده اتعمل عشان التطبيقات الصينيه، بالاخص ابليكيشن تيك توك. وهدف امريكا من القانون انها تقفل تيك توك. تيك توك ايه يا عم اللي عايزين يقفلوه؟ ده ابليكيشن رقص وتهييس وتكبيس. امريكا طلعت قالت لك ان التيك توك بيهدد امنها القومي ولازم يتقفل. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. في سنة 1994 دخل الانترنت الصين. وقتها الحكومة الصينية قررت ان هي تعمل انترنت محدود. بمعنى اصح عزيزي المشاهد ان الحكومة الصينية عايزة تسيطر على كل فرد بيدخل على الانترنت، وكل ده بهدف ان شعبها ما يتأثرش بكل حاجة موجودة على الانترنت، بالذات ان الانترنت كله امريكاني، بحيث ان مفيش اي خبر او اي شيء يظهر على الانترنت بدون علم الحكومة الصينية. يعني كل حاجة تظهر وتختفي بأمر الحكومة، واللي بسببه كل مواقع السوشيال ميديا اتقفلت على الشعب الصيني، من جوجل ويوتيوب وفيسبوك وواتساب. وعملت برامج سوشيال ميديا مخصصة ليها، بدل محرك البحث جوجل ابليكيشن بايدو، وبدل فيسبوك 51.com، وبدل ابليكيشن تويتر ابليكيشن ويبو، وبدل واتساب ابليكيشن ويتشات. وبكده الصين تبقى منعزلة تماما عن العالم ولمدة 25 سنة. لدرجة ان رئيس الصين في 2013 طلع لشعبه وقال ان امريكا كانت عايزة تغزو الصين الانترنت، ولكن الحكومة تصدرت لهم وعملت حماية على الانترنت، وكل ده عشان تحمي شعبها من الغزو الامريكي. ودي كانت اغبى حاجة عملتها الصين، لانها بكده بتحكم على اقتصادها بالدمار. وده عشان الاقتصاد معتمد اعتماد كبير على الاعلانات اللي بتظهر على السوشيال ميديا واللي اصلها امريكاني. ولكن الصين تفوق بسرعة وتعمل خطة هجومية، فراحت طلع لهم في 2014 بابليكيشن اسمه ميوزيكلي. والابليكيشن ركب الصاروخ وشرخ وانتشر انتشار رهيب في امريكا، لدرجه ان في 2016 70 مليون فرد حملوه. فشركه بايت دانس الصينيه قالت طالما في اقبال شديد على البرنامج، ليه ما نعملش برنامج اقوى ونسميه التيك توك؟ وبالفعل في 2017 يظهر برنامج تيك توك، وعشان التيك توك ما يبقاش ليه منافس راحوا مشتريين برنامج ميوزيكلي، وعملوا دمج ما بين ابليكيشن ميوزيكلي وتيك توك عشان تبدا الاسطوره الاقوى على السوشيال ميديا، وهي اسطوره التيك توك. والابليكيشن ينجح ويعدي الفرنكات ويبقى عليه مليار مستخدم في 2019، منهم 130 مليون مستخدم امريكاني. والناس بقت تتسحل في الابليكيشن بالساعات. فالامريكان اتجننوا من النجاح الفظيع اللي عملوا برنامج تيك توك، فقال لك ما بدهاش، ده التيك توك هيمسحنا. فقال لك ما يلا بينا نعمل احنا كمان فيديوهات قصيره وريلز على فيسبوك ويوتيوب وانستجرام. ولكن كل ده ما كانش ليه تاثير على التيك توك، وبكده بقى في ابليكيشن صيني عدى في السوشيال ميديا وحقق نجاح كبير ما بين المنصات الامريكيه. فطلعت امريكا من تاني تقول ان التيك توك بيتجسس علينا وانه بيهدد الامن القومي عن طريق بيانات المستخدمين. طب ما ايه الجديد؟ ما كل الابليكيشنز معاها بيانات المستخدمين. قال لك لا، دي البيانات لما هتكون معاهم هيستخدموها استخدام يعرضنا للخطر. ومن هنا شركه بايت دانس تخاف على التيك توك، لان تطبيق تيك توك بيتحمل من ابليكيشن جوجل بلاي واب ستور اللي في الاساس ملك الامريكا. فممكن امريكا تمسح التيك توك من جوجل بلاي واب ستور، وبكده يكون التيك توك انتهى ومحدش هيقدر يوصل للابليكيشن ويحمله. فشركه بايت دانس خافت على فلوسها فقالت يلا نبيع التيك توك. ولكن الحكومه الصينيه تدخل في الموضوع وتقول لهم مش هينفع تبيعوا التيك توك بحجه ان خوارزميات التيك توك من الثروه التكنولوجيه الصينيه. ولكن في 2020 تدخل الكورونا ويتصدر التيك توك للترند العالمي ويبقى اقوى برنامج في 2020 ويبقى اكبر ابليكيشن مستخدم على مستوى العالم ويوصل تحميله ل 2 مليار مستخدم. فالحاج ترامب قال لهم يا نشتري منكم التيك توك يا نطيروا من على ابليكيشن جوجل بلاي واب ستور. فشركه بايت دانس ما تسكتش وترفع قضيه على
على ترامب وتكسبها، ويمشي ترامب من الحكم الامريكي، ويجي الحاج ويقفش الصين من حته تانية، ويطلع لهم قانون حمايه الامريكان الخاضعه للرقابه من قبل الخصوم الاجانب. فبايت دانس عشان تحل المشكله قالت لامريكا هنحط لكم السيرفرات اللي موجود عليها بيانات المستخدمين عندكم في شركه اوراكل الامريكيه، وبكده ما يبقاش ليكم حجه ان احنا معانا بياناتكم او معانا بيانات اي مواطن امريكي، وبكده بياناتكم تبقى موجوده تحت ايديكم. بتوافق امريكا، بس في 2022 يظهر خبر في صحيفه امريكيه بتقول ان الموظفين الصينيين بيقدروا يخشوا على بيانات الامريكيين ومفيش اي رقابه على الموضوع. فترجع امريكا من تاني تقلب الدنيا على ابلكيشن تيك توك، ولكن تيجي احداث 7 اكتوبر وتغير كل الكلام. لما حصلت احداث 7 اكتوبر كل منصات السوشيال ميديا كانت مع ولاد العم، فقللوا الريتش على كل منصات السوشيال ميديا في الشرق الاوسط الا ابلكيشن التيك توك اللي نشر الحقيقه في كل انحاء العالم، والاول مره يبقى في شباب امريكي واوروبي بيدعم القضيه، وكل ده كان بسبب التيك توك. وبكده ابلكيشن التيك توك يكون محى كل الجهود الامريكيه على السوشيال ميديا. فراحت امريكا اعلنت الحرب على التيك توك بحجه انهم بيغسلوا دماغ الشباب. وصاحبنا اللي احنا عارفينه اللي مش هينفع اقول اسمه طلع قال ان التيك توك هو السبب ان الشباب تدعم اصحاب الارض، ويتفق الحزب الجمهوري والديمقراطي على اصدار القانون اللي طلعته امريكا عشان تقفل التيك توك. ولكن لسه الامل موجود في بقاء التيك توك، وده بسبب ان مجلس الشيوخ مش موافق على القانون اللي طلعته امريكا نتيجه ان الشباب الامريكي والاوروبي طلعوا في مظاهره معترضين على قفل التيك توك، لان عدد كبير منهم بيعمل محتوى على التيك توك وبيكسب منه فلوس. في النهايه الصين مش هتغلب لو التيك توك اتقفل، وهيقدروا يعملوا ابلكيشن غيره. وبالفعل هم شغالين على ابلكيشن جديد اسمه ليمونيد. واللي احنا ممكن نقوله في نهايه الفيديو ان الحرب ما بقتش مجرد قنابل واسلحه، الحرب بقت حرب الكترونيه. خلي بالكم على نفسكم وتعلموا التكنولوجيا. في النهايه بفكركم تشتركوا في القناه وتتابعوني الحلقه الجايه.